السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتيه مقاس 24. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه وتقدروا تنفذوها باذن الله. معايا هنا حطيت 3 بيضات، حط رشه فانيليا، حط ربع كوبايه ميه، هحط ربع كيلو اسبونج، هحط معلقه محسن صغيره، هحط ربع كيلو دقيق اسبونج وهضربهم لحد ما القوام يعلى. في الوقت ده انا بسخن الفرن بتاعي، بخليه على درجة حرارة 180. و بجيب الصينية بتاعتي واحط فيها ورق اسبونج او ورق عادي الموجود يعني. وبعد ما يتضرب الخليط برجع احطه في جنب كده من الصينية. لو مش عارفة تحطيه في جنب وحاسة ان هو يختلط في الجنب التاني، بترفعي الصينية بمقص عشان الخليط ما يروحش ما يفرش يعني في الصينية كلها. وبعد كده بتركنيه على جنب بالمقص بتاعه لحد ما تضربي الاسبونج التاني. حطيت برضو، حط 3 بيضات، وحطيت رشة فانيليا، وحطيت ربع كوباية مية، وهحط معلقة محسن صغيرة مليانة، وهحط ربع كيلو دقيق اسبونج. هضرب برضو الخليط كويس معايا، هقلبه بس كده حاجة بسيطة، وبعد كده هشغل عليه العجان لحد ما يتضرب كده ويعلى معايا. طبعا حطيته برضو في العجان في العجان لحد ما علا، وبعد كده حطيته في الحلة بتاعته ودخلته الفرن على درجة حرارة 180. هنضرب الكريمة مع بعض، هنضرب كوبايتين كريمة. حطيت 3 كوبايات مية، حطيت عليهم كوبايتين كريمة ومعلقة لبن بودرة ومعلقة باستر كريم و 4 معالق سكر ملانين. تمام. هقول لكم مقادير برضو لو عايزين تضربوا كوباية كريمة بس. كوباية الكريمة لو هتضربوا كوباية كريمة، كوباية ونص مية، معلقتين سكر، معلقة لبن بودرة، معلقة باستر كريم لو موجود، لو مش موجود مش مشكلة، مش يعني مش عقبة ولا حاجة. هنا بقى الاسبونج معايا طلع ده تاني يوم. تمام. تاني يوم بدأت اشتغل فيه. انا قطعته على رقم 9 لان بصراحة كانت الغاز عندي خلص وما ارتفعش كفاية، بس الحمد لله ان هو طلع كويس، ما طلعش فيه اي مشكلة. تمام. فعملته على رقم 9 مش رقم 8. بدأت كده ان انا احط كده الاسبونج بتاعي، وطبعا كان عندي سيرب كنت مطلعاه من الفريزر، وببدأ كده اوزع الكريمة بتاعتي. طبعا قسمت الكريمة نصين، خليت نص بالشوكولاتة ونص التاني بالفانيليا. تمام. اللي بالشوكولاتة حطيت عليه معلقة كاكاو ومعلقة جناش كبيرة، وقلبتهم في بعض كده. هحط بقى الطبقة التانية كده زي ما انتوا شايفين، وبرضو هسقي كويس، وهرجع احط كريمة تاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اي كريمة بتطلع بره احنا كده كده هنستخدمها. حطيت الطبقة الاخيرة، وهشيل الطبقة اللي في النص ديت، هشيل الاحمرار اللي في الجنب الابيض بس، هشتغل انا مع نفسي كده وهرجع لكم. طبعا جلست الجزء التاني ده اللي هو الابيض، وهبدأ اجلس معاكم الجزء اللي هو البني بالشكل ده كده. طبعا اي فتافيت او كده بزود كريمة عشان تتدارى. هبدأ كده اشنشر الجنوب
بالشكل ده. هنا بس عشان اللون الابيض دخل في البني فزودت شوية كده عشان اظبط بس الجوانب بالشكل ده كده. خلاص هبدأ اسوي السطح من فوق، والجنب التاني كده برضو هسويه. طبعا كل ما احس ان في مكان نازل لتحت ومكان طالع بحاول اسويه على قدر الامكان زي ما انتم شايفين كده. هنا بسوي بس النص كده، هو كده كده هيتدارى يعني، بس يعني الافضل ان انا اظبطه يعني زي ما انتم شايفين كده. هبدأ امشي على الجنب ده تاني لان حسيت ان هو من تحت كده زي في تقوس شوية، فبدأت ان انا اظبطه كده. انا مفيش مشكلة عندي ان انا افضل اظبط في التورتيه، بس اهم حاجة تطلع مظبوطة. هنا بقى بدأت اعمل قمع الوردة كده زي ما انتم شايفين. قسمت التورته نصين، ومن تحت برضو عملت وردة نص قافلة كده، مش مقفولة، مش واخدة دايرتها يعني. هنا بقى كنت عاملة لسه الجناش على طول، فبدأت ان انا اوزعه كده. طبعا اي حاجة بتنزل ببدأ اظبط بقى تورتيه من فوق تاني، مفيش اي مشكلة خالص. كل حاجة بتتدارى وكل حاجة بتتظبط، بس نشتغل واحدة واحدة كده. زي ما انتم شايفين كده حطيت الجناش بتاعي، وهبدأ ان انا اظبطه كده من فوق. اي مكان بقى ما فيهوش جناش بزوده جناش زي ما انتم شايفين كده. وطبعا احنا عملنا الجناش قبل كده مع بعض كتير. مسحت كده من تحت وقفلت التورتيه من تحت، دي قمع الوردة المقفولة مش المفتوحة. تمام. قفلت كده من تحت. هبدأ بقى اقطع الفاكهة بتاعتي. طبعا انا قطعت معاكم فاكهة قبل كده كتير، بس حبيت برضو ان انا اشارككم الفيديو كامل ما شيلش منه حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل خطوط كده في الجزء التفاحة اللي انا خدته ده، وهاجي بالعرض وهبدأ اعمل شرايح كده رفيعة زي ما انتم شايفين. على قد ما اقدر اخليها رفيعة، كل ما تكون رفيعة كل ما هتكون شكلها حلو، وكمان هتلزق في بعض وهيبقى شكلها جميل. لما بتكون حجمها تخين لا ما بتكونش حلوة خالص، وما بتدينيش عدد كتير عشان احطه على التورته. تمام. زقيته جنب بعضه كده، وبدأت بالملمع الجل ألمع كده الفاكهة بتاعتي عشان تفضل طازة اكتر وقت. وبدأت شلته كده وحطيته على التورته بالشكل ده. تمام. النص التاني بقى برضو هاخده كده شرايح على طول كده، شرايح رفيعة عشان ارصها فوق من بعضها. زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ارصها بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده هلمع على طول بالملمع الفاكهة زي ما انتم عارفين، لان التفاح من النوعية اللي بتسود بسرعة. تمام. هاخد بقى دي الاناناسة انا كنت مقشراها، هبدأ اخد منها شرايح على قد ما اقدر كده. بصوا بقى انا لقيت الحته اللي في النص ديت انا ما خدتش بالي خالص وانا بقطع لاني ما اشتغلتش فاكهه بقالي شويه ان هي جايه كده. بصوا زي ما تقول مقطوعه من النص كده، طبعا عشان انا شايله البذور منها فما عجبتنيش الصراحه. فخدت جزء تاني كده من العرض بالعرض بقى، المفروض كنت اخد بالعرض مش آم، لا بالطول، مش هاخد بالعرض. تمام. فالمهم قطعت كده واحده كده بالشكل ده، وشلت طبعا اللي كان شكلها مش عاجبني، وخدت الجزئية دي. بصوا انا هعملها ازاي، مثلثات كده. طبعا اللي متابعني عارف ان انا كنت عاملة فيديو قبل كده لاشكال الفاكهة ديت.
زي ما انتوا شايفين كده. بعمل مثلثات كده اي شكل بقى يعني انت حباه او تعرفي تعمليه اعمليه زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بس جزء منها كده من النص عشان ما تبقاش تخينه قوي كده وشكلها مش حلو. الفراوله بقى بصوا هعمل شرايح كده فراوله. انا عايزاها مدوره مش عايزاها اللي هي بتبقى شكل قلب دي، مش بصراحه مش بحبها كده بالذات في الرص يعني. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ارصها. هعمل بقى رصة تانية تفاح كده في المكان اللي هو الضيق ده، وهلمع ديت احطها كده على التورته. بس اما اعمل اللي هو دي العصفورة او بيقولوا عليه جناح العصفورة، مش عارفة هم بيقولوا عليه اسمه ايه يعني، بس هو انا مسمياه يعني جناح العصفورة. تمام. باخد كده جزء كده من النص كده زي ما انتم شايفين، وبطلعه لفوق شوية واخد تاني واطلعه فوق وكده. انا مقربه لكم الكاميرا على قد ما قدرت اهو. بعمل شرايح كده مقابله بعضها. تمام. وارفعها معاكم اهوت بصوا ده شكلها. هعمل بقى واحده تانية زيها كده وهلمعها بالشكل ده واحطها على التورته. لازما المعها كويس عشان ما تسودش، بالذات التفاح يعني بالشكل ده. ونيمتها وحطيت واحده تانية بالشكل ده وهحطها الجهة التانية. ولان الشكل كنت عاملاه ده احطه بقى في النص. تمام. هجيب فراولايه بقى واعملها شرايح، مش هوصل للنهاية. تمام. هي اللقطة ديت ما شافتش يعني، بس انا هاخد بالي دلوقتي بصوا وهرفعها لفوق. بتك عليها تكه بسيطه كده ولمعها كويس. اهم حاجه تلمعي الفاكهه كويس عشان ما تسودش معاكي وكمان ما تدبلش. تمام. يعني مثلا الفراوله ما بتسودش بس بتدبل. تمام. حطيتها كده في الجنب ده وكده خلاص. كنت بفكر اعمل واحده تانية ولقيت المكان مش هيساع فقلت خلاص. الباقي ده انا عملت كوكتيل لنفسي. ماشي. هنا بقى هنكتب الاسم. انا بكتب بنفس الكريمه ما بخففهاش ولا اي حاجه خالص. وبجيب قمع الكتابه ده هو قمع مفتوح فتحه صغيره جدا من قدام كده. هو اسمه قمع الكتابه يعني، لو رحت عند اي حد قول له انا عايزه قمع الكتابه هيجيبهولك. تمام. كتبت المطلوب مني. زي ما انتم شايفين كده انا بكتب الاول قبل ما احط الاشكال الشوكولاته اللي انا احطها عشان اعرف يعني اكتب براحتي. فاهمين قصدي؟ انا طبعا خطي مش قد كده بس يعني الحمد لله ماشيه يعني، بس هي عايزه يتكتب عليها مش عايزه بالمولد السيليكون ولا حاجه. فعملت لها زي ما هي طالبه بالظبط. طبعا اي حاجه بظبطها كده بسكينه بخلة اسنان باي حاجه يعني. زي ما انتم شايفين كده اي حاجه بقى عايزه تظبط الشال كده بظبطها بخلة اسنان على طول وانا شغاله، مش بعد ما اخلص يعني، مش بعد فتره كده ارجع اظبط، لا على طول والكريمه لسه ما دخلهاش هوا ببدا اظبط في الحاجات الناقصه اللي فيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده بظبط كده لو في حاجه واقفه او كريمه واقفه يعني او حاجه زي كده بظبطها واشوف بقى الاشكال اللي انا عايزه احطها. هنا كان عندي الشكل ده طبعا كنت جايباه معاكم في المشتريات قبل كده. هو شكل كده عباره عن 3 دواير كبيره وصغيره وصغيره خالص. حطيتهم جنب بعض كده وحطيت هنا ده برضو ترانسفير كده كان عندي عباره عن عيدان رفيعه كده شوكولاته. حطيت واحده على واحده كده. انا اسفه جدا على الاضاءه، ان شاء الله هحاول اظبط الاضاءه على قد ما اقدر. هنا بقى كان عندي اللي هو ده عشان اداري على الجناش اللي جاي على الروزتات اللي وراها ديت الوردات. فحطيت ال3 اشكال دولت حطيتهم جنب بعض كده 3. عندي بقى قلوب بيضة كده وذهبي احطها على الطروف كده منها تدي شكل حلو للتورتايه وكمان تعمل اختلاف شويه. زي ما انتم شايفين كده واحد ابيض واحد ذهبي.
وحطيت كريسبايه هناك في الجنب اللي هناك ده. كده خلاص التورتايه بتاعتي خلصت معايا. يا رب تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه وتقدروا تنفذوها. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. خلاص كده التورتايه بقت جاهزه معايا. يا رب تعجبكم. انتظروني باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك. مع السلامه.